معانا النهاردة السمبوسة البف، هنعملها على طريقتها الأصلية. هتطلع معانا هشة جدا وخفيفة وبتقرمش من بره ومن جوه كده بتدوب معاكي، طعمها جميل جدا وكمان مختلف عن أي معجنات انتوا متعودين عليها، بجد جميلة قوي. يلا نبدأ الفيديو ونشوف عملناها ازاي وايه المقادير بتاعتنا اللي هتطلع معانا مظبوطة. أول حاجة معانا نص كيلو من الدقيق، معانا نص كوباية من الزيت النباتي، ومعانا معلقة كبيرة من السمنة، ومعانا الملح حوالي معلقة صغيرة، ومعانا كوباية مية ولو احتاجنا هنزود. أول حاجة بقى هننزل بالدقيق بتاعنا والملح، نقلبهم مع بعض كويس. وفي الطريقة الأصلية بيحطوا الزيت سخن، دي الطريقة الأصلية، هي مشهورة في بلاد شرق آسيا وبالذات في جزر معينة كده في أندونيسيا، هي دي الأكلة الشعبية بتاعتهم هناك. فهم الطريقة الأصلية ليهم بيضيفوا الزيت سخن كده ويفضلوا يبسوها كويس جدا، زي أكننا بنبس كحك كده لحد لما الدقيق يتكون معانا كده كتل، ونبدأ ننزل بالمية الدافية عشان طبعا السمنة والزيت ما يتجمدوش تاني معانا ونعجن كويس، فلازم المية تبقى دافية معانا. في بقى طريقة تانية ما بيستعملوش الزيت بتاعهم سخن، بيضيفوا على طول الزيت يكون عادي ما هواش سخن بدرجة حرارة الغرفة، وبقية الطريقة كلها نفس الطريقة برضو، المية تكون دافية وبيعجنوها لحد ما تبقى معانا كده عجينة متماسكة مش طرية، عشان خاطر تبقى معانا مفرودة كده وتقرمش وتبقى مظبوطة. هنسيبها ترتاح نص ساعة وهنحضر الحشوة بتاعتنا. معانا بصل ومعانا جزر ومعانا ديت فاصوليا خضرة مش فلفل، فاصوليا خضرة، ومعانا شطة حسب الرغبة، ومعانا فلفل، ومعانا كمون، ومعانا الفراخ بتاعتنا. انا ضربة كل المكونات في الكبة، ضربت البصل وضربت الجزر بعديه وبعدين الفاصوليا وبعدين فرمت الفراخ، ونزلت بقى في الطاسة كده بالبصل بتاعي، هفضل اقلب فيه لحد ما يدبل ويصفر، وبعدين هنزل بالجزر، هفضل برضو اقلب فيه كده لحد ما يبدأ يدبل مع البصل، وهنزل معاهم بالفاصوليا الخضراء. طعمها جميل قوي 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 مع مش باينه، يعني انتوا لو مثلا ولادكم مش بيحبوها او كده هتضيفوها مش هيحسوا بيها خالص. معنا بقى الفلفل والبهارات بتاعنا والكمون، وعايزين تزودوا بهارات بقى يعني انتوا ذوقكم. انا حطيت ملح وفلفل وكمون، والفراخ بقى هنزل بيها وهفضل اقلبها كده مع بعض، هدخل المكونات كلها في قلب بعض عشان خاطر انا فارمه الفراخ ومش عايزاها تتكتل، لو سبتها هتبقى كتله واحده على بعضيها، فبقلبها كده وبعدين ابدا بقى ازود الملح واسيبها تستوي على النار براحتها، وارجع للحشوه للسمبوسه بتاعتي هتكون ارتاحت تمام. ممكن بقى اقسمها على 2 على 4 وابدا افرد جزء جزء، والجزء اللي اقسمه اعينه يعني هغطيه كويس عشان ما ينشفش مني، وخلاص ابدا افردها بقى كويس على شكل مربع، على يعني اي شكل مش شرط عشان احنا هنقطعها، المهم ان احنا نفردها بسمك رقيق مش سمك تخين. خلاص هقسم بقى ايه دواير دواير كده باي قطاعة عندك باي حجم انت تفضليه، وده السمك اللي انا عايزاه، ما يبقاش تخين قوي ولا رقيق قوي قوي قوي، يعني يكون مظبوط كده. خلاص وهحط الحشوة واقفل بايدي كويس قوي جدا، وبعدين هخلص كل الكمية الاولانية واقلي على طول. انت بتخلصي تشكيل اول جزء وتقلي على طول، النتيجة بتاعت ان انت تقلي جزء جزء احلى من ان انت تخلصي الحشوة كلها على بعضها وبعدين تقليها. لما بتقلي على طول البابلز بتاعتها اللي بتبقى فيها كده بتبقى احلى واكتر من ان انت تسيبيها تركنيها وبعدين ايه تقليها، لا انت خلصي وانزلي بيها في الزيت على طول، يعني بعد ما تخلصي كمية كده اللي هو مثلا على قد الطاسة بتاعتك تقليها وبعدين تكملي بقية الايه الكمية. فهمتيني ولا؟ المهم نعمل الشكل ده كمان. انا عملت الشكل الاولاني اللي هو الشكل المعتاد بتاع السمبوسة البف اللي هو شبه القطايف كده، وعملت اللي هو المربع بالشكل ده برضو. هي كلها يعني اشكال سهلة جدا، زي ما تحبي بقى تشتغلي اللي انت عايزاه تعملي، واهم حاجة نضغط كده على الاطراف كويس بايدينا الاول وبعدين بالشوكة، يعني مش بالشوكة بس، مش بتغني على انك ما تضغطيش عليها بايدك. ممكن نحشيها جبنة كمان بتبقى جميلة طبعا،
وعملت الشكل اللي هو المثلث ده، بقطعها مربع كده الاول. وفي قطعات جاهزة على فكرة، في قطعات جاهزة على شكل مثلث وعلى شكل اللي هي زي القطايف دي. خلاص المهم اضغط بايدي الاول، اقفلها بايدي وبعدين اعمل بالشوكة. في طاسة بقى سخنة على النار بنزل بالقطايف. الزيت بتاعي ما يكونش عالي قوي عشان ما تتحرقش مني، وما تبقاش هادية قوي يشرب مني زيت، لا يكون وسط كده وتستوي براحتها عشان القرمشة بتاعتها تبقى مظبوطة. وزي ما قلت لكم بقى الكمية اللي نخلصها ننزل بيها في الطاسة، لان لما بتقعد معايا شايفين دي اللي انا سبتها ما عملتش بابلز كتير زي المربعات دي، انا عاملاها الاخر، فالبابلز بتاعتها كانت جميلة جدا وطالعة معايا مظبوطة. فبخلص الكمية وانزل اقليها على طول، تطلع معاكي جميلة جدا جدا، مقرمشة فعلا من بره. الزيت بقى ما يبقاش عالي قوي عشان تقرمش معاكي وتبقى جميلة، الحرارة تكون وسط. ودول برضو انا عملتهم في الاخر كده ما صورتهمش، جميلة جدا بجد، بتدوب كده في البق. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وكومنت وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.